اهلا بيك يا صاحبي في اوضتي، المكان اللي بنحكي فيه عن الافكار اللي بتخبط فجأة من غير ما نستعد لها. الافكار بتصحى في دماغنا كانها طلقة، مش دايما مريحة بس دايما بتخلينا نفكر. دي سلسلة اسمها طلقة في الدماغ، انا لسه عاملها جديد. بنحاول فيها نعرف ايه اللي بيحصل جوانا ونفكك اللي بنحسه ونواجه اللي بنهرب منه. ليه بنقارن نفسنا بالناس؟ في تجربة اتعملت في امريكا سنة 1977، جابوا مجموعة من الناس وطلبوا منهم يقيموا طعم الايس كريم، بس اللي الناس ما يعرفوش ان الايس كريم هو كله نوع واحد، نفس النوع ونفس المكونات، بس الفرق الوحيد العلبة اللي الايس كريم فيها. في ناس خدوا العلبة الفخمة وفي ناس خدوا العلبة البسيطة، والنتيجة الناس اللي خدوا العلبة الفخمة قالوا طعمها لذيذ جدا، والناس اللي خدوا العلبة البسيطة قالوا طعمها عادي، يعني نفس الطعم بس التقييم اتغير بسبب الشكل الخارجي. ليه بقى بحكي لكم التجربة ديت؟ عشان اقول لكم اننا كبشر بنقارن، مش بس بنقارن الطعم، بنقارن نفسنا وحياتنا ونجاحنا حتى حزننا بكل اللي جوانا. والمقارنة غريزة مش ضعف، المقارنة دي مش حاجة غلط ولا دليل على ضعف الشخصية، دي غريزة فينا من ساعة ما كنا بنقارن حجم الفاكهة اللي لقيناها في الغابة بحجم الفاكهة اللي لقاها غيرنا. الدماغ بيقارن عشان يفهم انا فين، انا متاخر، انا كويس. بس المشكله مش في المقارنه نفسها، المشكله في النيه اللي وراها. زي السوشيال ميديا، المقارنه اللي مش عادله. دلوقتي بقى عندنا انستجرام وتيك توك ويوتيوب، كل واحد على المنصه ديت بيحكي احلى لحظه في يومه، وانا بكون قاعد بتفرج على اللحظه ديت وانا قاعد في اوضتي ولسه صاحي وبشرب الشاي، وبقول لنفسي انا ليه مش كده. بس اللي انا ناسيه ان اللحظه ديت مش كل الحقيقه، دي لقطه فيها فلتر، فيها ترتيب، فيها اختيار، وانا بقارنها بحياتي اللي فيها الحلو والوحش والملل والتعب والمقارنه من واحنا صغيرين. فاكر لما انت كنت صغير وسمعت الجمله شوف ابن خالتك عامل ايه، فلان اشطر منك، فلان احسن منك في كذا؟ الجمله دي بتتزرع جوانا فكره ان قيمتنا مرتبطه بغيرنا، واحنا بنكبر وبنفضل نسمع الصوت ده، وحتى لو الناس سكتت الصوت بيكمل في دماغنا. والمقارنات اللي بتكسر الحافز. عارف لما تكون بتشتغل على حاجة وفجأة تشوف حد عمل نفس الحاجة بس أحسن منك، ساعتها تحس إن أنت مش عايز تكمل، تحس إنك لسه صغير وتعبك ملوش قيمة. بس الحقيقة كل واحد ليه طريقته وليه ظروفه وليه وقته، والمقارنة بتخلي الطريق شكله غلط، هو بس مختلف. المقارنة ساعات بتخلينا ننسى إحنا ليه بدأنا أصلا. يعني أنت كنت متحمس لفكرة وشايف لها معنى، بس أول ما شفت حد عملها بشكل احترافي أكتر بدأت أقول لنفسي هو أنا ليه أعملها؟ ما خلاص في ناس أحسن مني. بس اللي أنا ناسيه اللي عملها قبلي مر بنفس اللحظة دي وشاف ناس قبله وقال نفس الكلام ده. بس كمان المقارنة بتخلينا نقف، مش عشان احنا مش قادرين، بس عشان انا مش شايف نفسي في الناس اللي حواليا، وده ظلم لنفسي واللي رحلتي واللي تجربتي اللي محدش عاشها غيري. ايه ده، العصر بيأذن، هصلي واجيلكم، محدش يمشي. ازيكم يا جماعة، انا جيت. نكمل. كل واحد له طريقه، في ناس بتنجح بسرعة، وفي ناس بتنجح بعد سنين، وفي ناس بتتعلم من اول مرة، وفي ناس بتغلط كتير قبل ما تفهم. بس في الاخر كل واحد له طريقه، والمقارنة بتخلينا ننسى ان الطريق مش لازم يكون شبه حد. انا مش طالب اكون زي حد، انا مطالب اكون انا اللي بيغلط واللي بيتطور حتى لو ببطء. والقيمة الحقيقية جوه مش بره. القيمة بتاعتي مش في عدد اللايكات، ولا في مرتبة بماركة اللبس، ولا بعدد المتابعين. القيمة بتاعتي في الرحلة اللي انا ماشيها، في الدروس اللي بتعلمها، في كل مرة وقعت وقمت، في كل دمعة نزلت، وفي كل ابتسامة جت بعد تعب طويل. المقارنة ساعات بتخليني انسى كل ده، انسى ان انا مش نسخة من حد، انا تجربة مختلفة، انا قصة لسه بتتكتب. خليك في المقارنة الإيجابية لما تستفيد بدل ما تتأذي. طب هل ده معناه ان ما ينفعش اقارن خالص؟ لا، في فرق كبير انك تقارن عشان تتحصر وبين انك تقارن عشان تتعلم. لما اشوف حد سبقني في مجال اقدر اسأله ازاي وصل، اتعلم من خطواته، اقتبس من خبرته، بس ما احكمش على نفسي بالنقص. المقارنة الإيجابية زي المرشد، تديني فكرة بس ما تكسرنيش، ركز على نفسك بدل غيرك. الموضوع محتاج ترتيب. كل مرة بتلاقي نفسك بتقارن حياتك بغيرك اسأل نفسك سؤال واحد، انا عملت ايه امبارح وخليت النهارده افضل؟ الموضوع مش سابق ناس، الموضوع سباق مع نفسك. هل انا احسن من نفسي بتاع السنه اللي فاتت؟ هل انا اتعلمت حاجه جديده؟ هل انا قربت اكتر من حلمي؟ لما اركز على نفسي المقارنه تبقى حافز مش عقبه. مره قريت عن شخص في مدرسه صغيره في امريكا كان دايما بيجي في المركز الاخير. دايما الطلاب كانوا بيضحكوا عليه والمدرب بتاعه بيقول له ليه بتكمل السباق وانت عارف انك مش هتكسب؟ ورد الواد وقال انا ما بكملش عشان اكون اسرع منه، انا بكمل عشان اكون اسرع من نفسي اللي كنت امبارح. الكلمه دي فضلت معايا لانها بتشرح الموضوع كله. انا مش مطالب اسبق الناس، انا مطالب اسبق نفسي. بدل المقارنه بالشكل،
في اللحظة اللي دماغك بيقارن جرب تعمل حاجة مختلفة. جرب اكتب 3 حاجات انت ممتن لهم في حياتك دلوقتي. مثلا عندي صحة كويسة، عندي فرصة اتعلم كل يوم، عندي ناس بتحبني حتى لو عددهم قليل. الامتنان بيغير زوايا المنظر وبتخلي اللي في ايدك يبان اكبر وبيقلل من احساس انك ناقص. المقارنة مش هتقف، دي طبيعة البشرية، بس الفرق انك تختار تستخدمها ازاي. ممكن تسيبها تكسر حماسك وتخليك تشوف نفسك اقل، او ممكن تخليها مرة توريك انت فين وتخليك تكمل. في الاخر انا مش نسخة من حد، انا مش لازم اكون زي حد، انا ببني طريقي بخطواتي وباغلاطي. كل خطوة حتى لو صغيرة بتقربني من نفسي الحقيقية. في المرة الجاية لما تلاقي نفسك بتقارن افتكر ان الطريق بتاعك يستاهل. سلام.